يا صباح السعادة، جاية لكم النهارده إزاي نعمل مع بعض القشطة الكدابة لجميع الحلويات. أنا هاقول لكم أنا عملتها إزاي. أول حاجة هنجيب كده حلة هنحط فيها كوبايتين لبن، كل كوباية لبن عليها معلقة سكر ومعلقة نشا، يعني 2 لبن، 2 سكر، معلقة النشا، وما ننساش باكية الفانيليا، وأبدأ أقلب كله على البارد. وهنا التكة المهمة دي هاحط كام قطعة جبنة كيري، وكمان معلقة قشطة. بس الأول هاقلب ده كله على البارد وارفعه على النار لمدة 5 دقايق، وبعد كده نكمل مع بعض. وبعد ما رفعت اللبن حوالي 5 دقايق بدأ يغلي معايا، هنجيب نص كوباية لبن وأدوب الجبنة بتاعتي، كيري، نستون، الموجود عندي. بتديها طعم حلو أوي أوي، وتخلي القشطة تروح مكان تاني خالص، تخليها كده دسمة وطعمها حلو، وتمنع الجزعان بتاعها. هابدأ أنزل كده عليها بالجبنة بتاعتي باللبن، وما انساش أنا كان معايا قشطة بلدي في الفريزر شايلاها، هادّيها كده معلقة كبيرة، ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص وبرضه تديكِ طعم حلو وقشطة بجد حلوة جدًا. وأفضل بقى كده أقلّب كلّه مع بعضه، وهانزل عليها بباكة فانيليا. كل ما تقلّبي فيها كل ما تتقل معاكِ، ما تخلّيهاش تتقل معاكِ جدًا، بس تاخد قوام عادي، وأبدأ أطفي عليها، كل ما تبرد كل ما تتقل. شايفين؟ طول ما هي كده على حواف الحلة ادِت لون أبيض، يبقى كده معايا ناجحة. احفظوا مكوناتها إزاي ومقاديرها قد إيه، وبكده جاهزة معانا وخلصت معانا. بُصّوا تقيلة إزاي على الحرف، كده جاهزة معايا. هابدأ أهي بُصّوا معايا، هابدأ أفضّيها كده في بولة وأسيبها تبرد، ممكن أحطها في برطمانات وأدخّلها التلاجة، تنفع معايا في جميع الحلويات، في كنافة، في قطايف، في جلاش، تبقى حلوة جدًا. بُصّوا تقيلة وجميلة وحلوة أوي. ناجحة معايا 100%. هي لسه سخنة تبرد وندخّلها التلاجة، وبكده القشطة الكدابة جاهزة معانا، مع إنها مش كدابة، هي لذيذة وحلوة وموفّرة جدًا، جدًا، وهتعجبكم جدًا، جدًا. يالّا بقى جهّزوها، حطّوها في برطمان، حطّوها في التلاجة، تنفع معاكم في أي وقت. بألف هنا وشفا، وباشكركم جدًا، وكل سنة وكل حبايبي طيبين وبألف خير. مع تحياتي، ماري أنور.